واصلت المحاكم الإدارية في المغرب إصدار أحكام تحمل الجماعات الترابية مسؤولية تعويض المتضررين من هجمات الكلاب الضالة. حكم فاس. قضت المحكمة الإدارية بفاس بتغريم المجلس الجماعي حوالي 25 ألف درهم كتعويض عن تعرض طفل لعضة كلب ضال، حيث حدد التقرير الطبي مدة العجز المؤقت ب40 يوماً والعجز الدائم ب7%. وأكدت المحكمة مسؤولية الجماعة وفق المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 التي تلزم رئيس الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار. حكم الدار البيضاء. حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتغريم المجلس الجماعي 50 ألف درهم 5 ملايين سنتيم كتعويض لسيدة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في منطقة لساسفة. وأدانت المحكمة المجلس الذي ترأسه نبيلة الرميلي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة. تشير هذه الأحكام إلى تكريس مسؤولية الجماعات الترابية عن جمع الكلاب الضالة وضمان السلامة العامة وفق القوانين التنظيمية.